سمكة الدنيس اسمها بالانجليزي جيلت هيد سي بريم، ومعناها الدنيس مذهب الراس، وده بسبب التاج الذهبي الجميل اللي بيكون قدام عينيها، وكل لما بتكبر بيكون اوضح، عشان كده الاحجام الكبيره منها بنقول عليها ملكات بسبب التاج الجميل ده. وسمكه الدنيس ديت بتنتمي للعيله الاسبوريه او عائله الدنيسيات، واسمها كده لان فيها كذا سمكه اسمهم دنيس، زي الدنيس الابيض والدنيس الاسود، واللي هم معروفين بالنسبه لنا باسم الشراغيش. بس يا ترى كم نوع من انواع الشراغيش موجود في البحر المتوسط؟ ويا ترى في اسماك تانية شبه الشراغيش في البحر المتوسط؟ طب ازاي افرق بينها وبين الشراغيش؟ ومين احسنهم في الطعم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين أنواع الشراغيش. بس في البداية حابب أشكر الصياد جابر خليل على دعمه المستمر لمحتوى السمك في اسكندرية من أول يوم في القناة وحتى اللحظة، عمره ما بخل بعلمه وخبرته، رغم إني بقعد أسأله كتير جدا في نفس النقطة. الراجل بيصبر، ربنا يزيده علم ويبارك في رزقه. هنبدأ بأهم نوع من أنواع الشراغيش، هو الشرغوش البلدي المعروف بالإنجليزي باسم وايت سي بريم، ومعناها الدنيس الأبيض. وناخد بالنا من علامات الجسم كويس عشان ما نتلخبطش، لأن إحنا على مدار المحتوى هنوصف اكتر من نوع. الشرغوش البلدي اكتر حاجه بتميزه هي الخطوط السوداء بالطول على نص جسمه من فوق. بص على منطقه الظهر هتلاقي خطوط سوداء، بس مش لازم توصل للبطن. وفي كمان علامه مميزه وهي النقطه السوداء اللي عند الديل ورا. يبقى اول ما تلاقي خطوط سوداء على الظهر ونقطه سوداء عند الديل ورا، يبقى ده على طول شرغوش بلدي. الشرغوش البلدي دوت ساعات تلاقيه في السوق لونه فاتح مبيض، واحيانا تلاقي لونه غامق مسود. طيب ايه الفرق؟ الفرق ببساطه مكان عيشته. احيانا الشرغوش البلدي بيكون عايش وسط الصخور اللي هي الوعر، ده بيكون لونه اسود بسبب البيئه الصخريه، واغلب الوقت بتكون سنانه متكسره ومسوسه، ده بسبب اكل القشريات من على الصخور، وعشان كده احيانا بيسموه الشرغوش المسوس، بين قوسين ابو سنان مسوسه يعني. فانواع الشراغيش يعتبر الشرغوش البلدي المسوس هو احسن واحد في كل انواع الشراغيش، وبعد منه الشرغوش البلدي الابيض. ولون الابيض دوت اكتسبه من عيشته على الرمله، لان مفيش حاجه تصبغ على جسمه، بس طبعا كمان مرعى الرمله بيكون اقل من مرعى الصخور، بالتالي الشرغوش المسوس بيكون افضل، بس هم طبعا هم الاثنين باشا يعني. والشراغيش البلدي مشهوره جدا حول العالم ومعروفه باسم سارجو، وحتى في غواصتين في البحريه الامريكيه اسمهم على اسم السمكه ديت. الغواصتين هم سارجو 188 وسارجو 583. في التسعينات في ظاهره ارتبطت بالشراغيش البلدي ديت، الظاهره دي اسمها ظاهره العينه القاسيه بشكل غير طبيعي abnormally tough specimen، ودي عباره عن اسماك شراغيش بلدي بعد ما تستوى بيكون قوامها مطاطي وغير صالحه للاكل. ولحد دلوقتي مفيش تفسير للظاهره ديت، لكن هي غالبا بسبب التلوث بعنصر النحاس اللي موجود في دهانات مقاومه الترسب البحري anti floating paints. نوع الشراغيش اللي بعد كده هو نوع اقل في الاهميه واقل في الجوده بالنسبه لنا احنا كمستهلكين، هو معروف في اسكندريه باسم الشرغوش الرشيدي، اسمه بالانجليزي common to banded sea bream، ومعناها الدنيس الشائع ذو النطاقين. النطاقين اللي بيتكلموا عليهم دول هم ببساطه الخط الاسود العريض اللي ورا راسه والخط الاسود العريض اللي قبل ديله، هم دول النطاقين. يبقى الفرق بينه وبين الشراغيش البلدي ان الشرغوش البلدي عنده خطوط سودا بالطول على نص جسمه من فوق ونقطه سودا عند الديل، لكن الشرغوش الرشيدي عنده بدلهم خط اسود عريض، واحد في اول الجسم وواحد في اخره. وطبعا زي ما قلنا قبل كده هو اقل جوده من الشرغوش البلدي. وفي بعض الثقافات الشرغوش الرشيدي بيسموه فار البحر، وده بسبب سلوكه في البحر، انه بيفضل مستخبي في الصخور ويطلع منها بسرعه وياكل بسرعه ويرجع بسرعه ويتحرك بسرعه زي الفئران. نوع الشرغوش اللي معانا بعد كده هو الشرغوش العصفور، وده اقل نوع في انواع الشراغيش اهميه وجوده بالنسبه لنا احنا كمستهلكين. اسمه بالانجليزي شارب سنوت سي بريم، ومعناها الدنيس مدبب الانف، وده شكله قريب جدا من الشرغوش البلدي، لكن هتلاقي بقه من قدام عامل شكل منقار، وده سبب تسميته اساسا بالعصفور، لان هو بقه من قدام عامل زي العصافير. لحمها معروف عالميا ان هو نوت بينج هايلي ستيمد، يعني لحم غير مقدر القيمه، وفي اماكن كتيره من العالم بدل ما يستهلكوها ان هم ياكلوها بيستخدموا لحمه لانتاج زيت ومسحوق السمك. وفي وسط كل انواع الشراغيش ديت الشرغوش العصفور عنده اطول قناه هضميه فيهم، ده بيخليه ينوع في الاكل وياكل حاجات محدش في الشراغيش يعرف ياكلها زيه، زي النباتات والاسفنجيات، غير ان الاحجام الصغيره منه بتشتغل كاسماك منظفه لاسماك تانية كبيره بس ما عندهاش سنان زي سمكه البوري كده. بس دي مش حاجه خاصه بيها هي لوحدها، لان ممكن برضو صغار الشراغيش التانية يعملوا نفس السلوك. هحكي لكم قصه كده كانت من ضمن القصص اللي كانت بتحصل لي لما باجي اشتري سمك عشان اصوره في القناه. مره كنت في السوق بدور على الشرغوش العصفور دوت عشان اصوره، فطبعا انا مش عايز ازول البياعين، هو كل بياع قدامه فرشه عايز يبيع ومش عايز حد يزوله، فانا من بعيد كده ببص لو هو ايه، لو اللي انا عايزه موجود بقرب اشتري، لو اللي انا عايزه مش موجود ببعد. المهم وانا بدور كده لقيت لك مره واحد طلع لي كده من وسط الفرشه، يا باشمهندس يا باشمهندس، فقلت له بص انا بدور على سمكه معينه جدا، لو لقيتها هشتري، لو ما لقيتهاش مش هشتري. قال لي يا باشا ما تشغلش بالك انا عندي كل انواع السمك. قلت له تمام، انا بدور على شراغيش بس نوع معين بوزه طويل. قال لي موجود يا باشا.
قلت له بجد؟ قال لي اه تعالى بس معايا انت جوه. قال لي الطوال اللي بره دي شغل شعبي، اللي تبوظ طويل كله جوه المحل. دخلت المحل ووراني طاوله شراغيش بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الشراغيش كلها صيد فجريه وجودتها عاليه جدا، بس بصيت فيهم لقيتهم كلهم شراغيش بلدي عاديه. قلت له بسم الله ما شاء الله السمك تحفه، بس للاسف طلبي مش موجود. قال لي استنى بس السمك ده كله طازه ولسه طالع من البحر، لما يقعد شويه بوزه هيطول. قلت له تمام السلام عليكم. طبعا وانا طالع بقى خدت لي واحده ايه، زباين مش عاجبها العجب. نرجع تاني لموضوعنا. لحد هنا احنا خلصنا كل انواع الشراغيش في اسكندريه، اللي هم الشرغوش البلدي الابيض والمسوس والشراغيش الرشيدي والشراغيش العصافير. بقيه الانواع اللي جايه بعد كده في المحتوى ممكن في اي مكان تاني تعتبر من الشراغيش، لكن بالنسبه لنا احنا كده خلصنا على الثلاثه دول. اهم حاجه عندي انك تقول لي كل الانواع الموجوده في المحتوى ده اسمها ايه في المكان اللي انت فيه، وتكتب لي في التعليقات التسميه، وما تنساش تقول لي مكان التسميه ده فين. السمكه اللي معانا بعد كده هي سمكه الصبارس، واسمها بالانجليزي انولار سي بريم، ومعناها الدنيس الحلقي، وسموه كده عشان في حلقه صفرة حوالين عينيه. واللي يفرق بينه وبين الشراغيش ان مفيش خطوط سودا على جسمه خالص، في نقطه سودا بس عند الديل. كمان لو طازه هتلاحظ ان الزعانف من تحت بتاعته لونها اصفر، وكمان المنطقه اللي تحت الديل لونها اصفر. وهو من اجمل الاسماك في الشوي لانها دسمه جدا فبتعمل ريحه حلوه في الشوي، بس المشكله ان هو من اصغر انواع الاسماك في البحر المتوسط. لك ان تتخيل ان الدول اللي عندها نظام في الصيد بتشتكي ان متوسط طوله 13 سم تقريبا، اللي هو تقريبا قد كف الايد. اما اقصى طول مسجل ليها هو 28 سم، وكان وزنها 330 جرام، يعني اقصى حجم ليها 3 في الكيلو. اما احنا هنا في اسكندريه اصبحت نادره جدا جدا، وحتى لما بلاقيها بلاقي طولها في حدود ال 7 سم، اللي هو ما فيهاش حاجه تتشوى اصلا. السمكه اللي معانا بعد كده هي سمكه الكحله، واسمها بالانجليزي سادلد سي بريم، ومعناها الدنيس السرجي. وسموها كده لان النقطه السوداء اللي عند ديلها هي مش نقطه مدوره، هي نقطه عامله زي سرج الحصان، هتلاقيها ماسكه كده الديل من فوق عامله زي السرج، ومن تحت كده الديل مش ملون، وهي فيها شبه كبير من سمكه الصبارس. لكن الكحله ما عندهاش اي الوان صفراء، كمان الكحله جسمها مسحوب لكن الصبارس جسمها مدور. وسمكه الكحله كنا اتكلمنا عنها بتفصيل ممل في حلقه قبل كده، يا ريت تبقوا تشوفوها. اخر سمكه معانا النهارده، معلش انا عارف اني طولت عليكم، هي سمكه التنور، واسمها بالانجليزي ذا بلاك سي بريم، ومعناها الدنيس الاسود. وسموها كده لان الذكر وقت حمايه العش بيكون لونه اسود تماما. طبعا موضوع الذكر والعش عامل ازاي والذكر بيحرسه ازاي كنا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده في محتوى خاص بيها، يا ريت تبقوا تشوفوه. غير وقت التعشيش هي لونها غامق في المطلق، ولما بتكون طالعه طازه من البحر بتلاقي لونها عباره عن خط فاتح وخط غامق. وحتى لو مش طازه تقدر تتعرف عليها بسهوله ان هي ما فيهاش خطوط سودا خالص، لكن هتلاقي على جسمها خطوط رفيعه بالطول لونها اصفر. في النهايه اخر 3 سمكات اتكلمنا عليهم مفيش خطوط سودا على ظهرهم اللي هي اصلا بتميز الشراغيش. اتمنى المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.